بيبدأ ملخصنا مع بطلتنا لي واللي بتكون في المستشفى بتتابع مع دكتورة لأنها بتكون حامل، وبتخرج تمشي بره وبتقابل أختها سو اللي بيبان عليهم إن هما الاتنين أصلا مش طايقين بعض. وساعتها بتهزقها سو، بتقول لها إن هي مش مكسوفة من نفسها وهي ما تعرفش إن اللي في بطنها ده ابن مين ولا مين. فبترد عليها لي وبتقول لها إن ده ابنها هي ويان واللي بيكون خطيبها، وفي نفس الوقت بيجي يان وبيقول لها إن هو مش ابنه وإن ما حصلش بينهم حاجة. وساعتها اتهمها بالخيانة وقال لها إن هو هيسيبها ويخطب سو أختها، وساعتها بيسيبوها وبيمشوا هما الاتنين. وبتمشي لي وهي مصدومة من اللي سمعته، وفجأة وهي ماشية سرحانة بتيجي عربية وبتخبطها وبيغمى عليها، وبتفوق في المستشفى وبتلاقي إن أختها ومرات أبوها بيقولوا لها إن الجنين مات ومش هتقدر إنها تخلف تاني، وبتتقهر ليه جدا وقتها. وبعد 5 سنين بتشتغل ليه ممثلة، وبتيجي في يوم مديرة أعمالها وتزعق لها، وده لأنها قدمت في برنامج من غير إذنها. فبترد ليه وقتها عليها وبتقول لها إنها حرة وإن هي ملهاش دعوة، بس المديرة بتزعق أكتر معاها وبتحبسها في الأوضة وبتقفل عليها الباب. وفجأة ليه بتسمع صوت وبتكتشف إن في طفل صغير محبوس معاها في نفس الأوضة، فبتديله حاجة حلوة وبتلعب معاه فبيحبها وبيحضنها. وكمان وقتها بتكتشف ليه إنه مش بيتكلم وتعبان، فبتقرر إنها تخرجه بسرعة قبل ما حالته تسوء أكتر. وساعتها بقى بتبدأ تزق الباب لحد ما بيتفتح حاجة بسيطة ومش بتعرف تفتحه كله، وده لأن بيكون في حاجات محطوطة وراه، والطفل ما بيكونش عايز يسيبها، بس هي بتقنعه إن هو يطلع ويجيب حد ينقذها. وفعلا بيطلع يجري على أبوه واللي بيكون بطلنا واسمه جون، وساعتها بيشاور له على الأوضة اللي محبوس فيها ليه، فبيجري على هناك وبيلاقيها مغمى عليها، فبيشيلها يوديها المستشفى. وتقريبا كده بطلتنا من بداية الملخص وحياتها كلها في المستشفى. المهم تاني يوم بتصحى ليه وبتلاقي جون دخل الأوضة واللي بيكون باين عليه انه عارفها، لكنها ما بتكونش فاكره حاجه غير ان هو انقذها وبتشكره وبتطمن على ابنه. وساعتها بتطلب منه ان هو ما يسيبوش تاني لوحده. وفجأة بيدخل أخو جون وبيقول لها أنت لازم تستغلي الفرصة لأننا أغنياء وكمان عندنا شركات تجميل وممكن تاخدي من أخويا فلوس كتير عشان أنقذتي له ابنه أو ممكن تتجوزيه. فبترد عليه وبتقوله ان هي مش ماديه للدرجه دي، وان كل اللي هي عايزاه انها تنضم لفريق الاعلانات بتاعهم او تدوني فرصه باعتبار اني ممثله. فجون بيقول لها انا موافق تشتغلي بس بشرط واحد وهو انك تتجوزيني. فبتسكت ومش بتعرف ترد عليه. وتاني يوم بتروح تعمل اختبار وبتنجح فيه، وكمان بيعجب المخرج تمثيلها وبيوافق انها تشتغل معاهم، فبتتبسط جدا. وبعدها بنشوف ابن جون واللي ما بيكونش عايز ياكل حاجه من ايد عمه، وبيقعد يضرب فيه لحد ما جون بيجي وبيديله رساله من اللي بعتها له وبيعرفه انه لو اكل هياخده معاه ويروحوا لها سوا. فبياكل وبيتبسط. وبعد شويه ليه بتتفاجئ لما بتلاقيهم في وشها وهم كمان بيتخضوا من شكلها. وساعتها بتحضر لهم ليه الاكل، وبيكون ابن جون مبسوط قوي انها جنبه وبيخليها تحكي له قصه لحد ما ينام. فجون بيسالها على السرير فين عشان ينيمه، فليه بتستغربوا انتوا هتباتوا هنا ولا ايه؟ فبيرد عليها بيقول لها انه اول ما الصبح يطلع هيمشوا على طول، وكمان بيقول لها ان هو هينام على الكنبه بره علشان ما يضايقهاش. فبتتوتر ليه لدرجه انها بتخبط في الحيطه وهي ماشيه، بس جون بينقذها. ولما جون بيخرج بيلاقيها بتستخدم جهاز بيهتم ببشرتها ولسه هتشرح له بتستعمله في ايه، فبيقول ان هو عارف وده لان الشركه بتاعته هي اللي بتصنعه. وساعتها بيقعدوا يتكلموا بيعرفها ان ابنه مش بيتكلم لما كان صغير بسبب ان مامته ما كانتش موجوده جنبه وانه اتعلق بيها جامد وحبها. وتاني يوم بقى بيصحى الطفل وبيكسر في البيت كله، وبيجري جون عليه وبيزعق له، وبيتصل عمه بليه وبيطلب منها انها تيجي بسرعه. وفعلا بتيجي وبتحضنه، وساعتها بتقول لجون ان المفروض يعامل ابنه بطريقه احسن من كده، وبتاخده ليه وبتروح بيه على اوضته وما بيكونش عايز انها تمشي، وبتفضل تهدي فيه علشان ينام، لكن في الحقيقه هي اللي بتنام. وبيجيب الولد الجهاز اللي هي بتستخدمه وبيمشيه على وشها لانه عارف ان دي حاجه بتبسطها لان هي بتحب تهتم ببشرتها. ولما بتصحى بيتكلم معاها جون وبيقول لها طالما انت مش عايزه تتجوزيني فتعالي عيشي معايا هنا حتى عشان خاطر ابني. وبيجري عليها الولد وبيحضنها وبيفضل ماسك فيها، فبتضطر انها توافق. وجون بيعرفها ان هي مش محتاجه تجيب حاجه لان هو اشترك لها في كل حاجه ممكن تكون هي محتاجاها، وكمان اداها كلمه السر بتاعه البيت. وتاني يوم بتروح تمثل اعلان واللي بتكون موجوده فيه اختها سو، وبتقعد تلطش فيهم بحكم ان الدور عايز كده. فبتتعصب سو، بس المخرج بيقول لي انها تكمل، فسو بتتعصب اكتر وبتقرر ان هي تنتقم منها. فبتستغل ان ليه قاعده جنب المخرج وبتصورها كده بزاويه معينه بحيث ان اللي يشوفها يقول ان هم قريبين من بعض، وبتبعت الصور دي ليان اللي بيجي يزعق لها ويهزقها، وبيقول لها انها بتقرب من المخرج علشان يديها دور مهم. وساعتها بيواجهها بالصور اللي معاه
فساعتها بتقول له ان هو ملوش دعوه بحياتها طالما سبتني ورحت لاختي، وكمان بتهزقه، وبعدين بتروح ليه وبتفضل تشرب لحد ما بتسكر. وفي الوقت ده بيرن عليها الولد لكنها مش بترد، وبيفضل يزن على ابوه علشان يروح يشوفها هي فين. فساعتها بيوافق بس بيكون عايز يروح مع ابوه لكنه بيرفض وبيقول له ان هو هيتصرف. وبيقدر جون ان هو يوصل لمكانها وبيشيلها وبيروحها البيت. ولما بتصحى تاني يوم بتبص في ايده وبتلاقي فيه علامه عليها وبتساله ده من ايه، فبيقول لها ان في كلبه عضتني، وبيعرفها ان هي اللي عملت كده، فبتعتذر له لانها ما كانتش في وعيها. وساعتها بيطلب منها انها ما تتاخرش بالليل لوحدها تاني ولا حتى تشرب غير بعلمه. وبعدها بيروح الشركه وبيكون عنده اجتماع، وبيلاقي ليه بتتصل بيه وبتساله لو كان هيروح بدري، فبيقول لها ان هو ممكن يتاخر لانه مشغول. فساعتها بيمثل ابنه ان هو زعلان وبيعيط، فجون بيقول له خلاص انا هاجي دلوقتي. ودي بقى بتكون خطتهم علشان هو يجي ويقضوا اليوم كلهم سوا. وبالليل بيطلب الولد ان ليه تنام جنبه، فبتوافق لكن جون بيقول له ان سريرك صغير وهي محتاجه انها ترتاح. فساعتها بياخدها الولد وبيروح على اوضه ابوه وبيناموا هناك لان السرير بيكون اكبر واوسع. وبيستغل ان ابوه مشي فبيجيب لها الجهاز بتاعها وبتبدا تحكي له القصص علشان ينام. وبعد شويه لما بيلاقي جون ابنه نام بيجي يشيله وبيوديه على اوضته وبينام هو مكانه. وتاني يوم الصبح بيصحى الابن والولد بدري عشان ليه ما تلاحظش اي حاجه. وساعتها بتقول ليه للولد انها رايحه تصور اعلان ومش هتتاخر. ولما بتوصل ليه للشركه بتلاقي اختها مطلعه عليها اشاعات وبتقول ان هي بتوعد رجاله كتير علشان تبقى مشهوره، وبيكون الكل عمالين يبصوا لها باستحقار. وسو ويان بيبقوا واقفين بيتفرجوا عليها وبيضحكوا. لكن وقتها بيجي جون فجأة وبيمسك ايديها قدام الكل، وبيكون باين على يان ان هو متضايق جدا. وساعتها بيبص له جون بنظرة استحقار وبياخد ليه وبيمشي. وبعدين لما بيرجعوا البيت بيتكلموا سوا وبتقول له انت ليه عملت كده قدام كل اللي موجودين. ساعتها بيقول لها ان هو بيحبها وعايز يكون في حاجة بينهم ونفسه ان هم يتجوزوا في اسرع وقت. فبعدها ليه بتغير الموضوع وبتطلب منه ان هو يجي معاها يشوفها وهي بتمثل المشهد اللي هيتصور بكره. فبيوافق فعلا. وتاني يوم بتروح ليه الشركه وبتكتشف ان الممثل اللي كان هيمثل معاها مشي، وده عشان الاشاعات اللي اتقالت عليها. فبتتضايق جدا لكن بتبص بتلاقي جون لابس لبس التمثيل وبيقول لها ان هو هيمثل معاها. فبتتبسط جدا وبيصوروا الاعلان وفعلا بينجح. ولما بيروح بيلاقي مامته موجوده وبتتكلم معاه وبتقول له ان هي عايزه تفرح بيه قريب. فبيرد اخوه بيقول لها ما تقلقيش هو حاطط عينه على واحده. وكمان بتشوفها وده لان الولد بيكون بيكلمها فيديو. وفي وقتها بتقول لجون ان هي ارتاحت لها جدا وعايزه تتعرف عليها. وبعد شويه بيجوا قرايب مامته وبيكون كل واحده معاها بنتها علشان تجوزها لجون. وفجاه لين بتدخل وما بتكونش عارفه مين دول ولا بيعملوا ايه هنا. بس واحده من المعجبين بتقول مش دي الممثله اللي طلع عليها اشاعات انها بتوعد رجاله كتير. فبتتعصب مامته وقتها وبتقول لها تسكت لان دي مرات ابنها. وساعتها بتلبسها العقد بتاع عيلتهم والباقي بتطردهم بره. وساعتها بتعرف ليه ان هي مامة جون وبتتصدم وقتها من اللي بيكون حاصل. على الجانب الاخر بقى بنشوف سو بتكون رايحه تتعرف على حماتها اللي بتكون مامة يان، وبتطلع ان هي ست قادره. وساعتها بتقول لها ان هي مش موافقه على الجوازه دي وده علشان هي مش من مستواهم، وبتسيبها وبتمشي. بعدها بيمشي يان معاها وبيقرر ينفصل عنها. وساعتها بتتضايق جدا. وتاني يوم بتروح لباباها واللي بيكون مخرج كبير وليه معارف كتير، وبتكون رايحه له عشان يتوسط لها تصور اعلان. فبيوافق. وفي الوقت ده بقى مامة جون بتطلع في فيديو وبتعرف المتابعين ان سر نضاره بشرتها هو الجهاز ده، وبتعرفهم ان الوجه الاعلاني للشركه مش هيكون سو واللي هتكون ليه. وساعتها لين بتتبسط جدا من اللي بتسمعه. لكن بقى لما بتكون خارجه بتلاقي باباها في وشها وبيكون جاي يزعلها علشان اخدت مكان اختها. لكن بتيجي مامة جون وبتقول له ما يتدخلش وان هي شايفه ان ليه تنفع كواجهه اكتر من سو وان دي شركتها وهي حره. وبعدها بتروح البيت هي وليه وساعتها بتقول لها ان هي مش هتخلي اي حد يضايقها لو بكلمه صغيره. وبعدها بيجي ابن جون وبيوريهم رسمه ليهم هما الثلاثه وساعتها بتفرح جدا. وبعد شويه بتاخد اكل عشان توديه لجون الشركه. لكن فجاه بتطلع عليها عصابه وبتخطفها وبيغمى عليها. ولما بتفوق بتكتشف ان اختها سو هي اللي عملت كده. وبنعرف ان من 5 سنين سو خدرتها وودتها فندق وكانت متفقه مع راجل غريب انه يقرب منها وهتجيب يان علشان يشوفها فيسيب ليه وارتبط بيها هي. ومن حظ ليه ان جون هو اللي كان معاها في الاوضه مش الراجل اللي كانت سو جايباه. ووقتها بيجي جون فجاه لمكانها وبيضرب كل اللي كانوا موجودين في المكان وبيلاقي سو معلقاها فبيجري عليها بينقذها وبيكون مبلغ البوليس وبيجي يقبض على سو. وجون بيعرفها ان هو اللي انقذها من 5 سنين وقت الحادثه وان الجنين ما ماتش ولا حاجه وهو اخد الطفل يربيه علشان اختها ما تعملوش اي حاجه. وبيعرفها ان الولد ده بيكون ابنها. وبيجي في اللحظه دي وبينطق اخيرا وبيقول اسمها.
وبتجري عليه تحضنه، ولين بتكون مبسوطة جدا. وفي اللحظة دي برضه جون بيعرض عليها الجواز فبتوافق، وبيعيشوا كلهم سوا في السعادة. ولحد هنا بنكون وصلنا لنهاية ملخصنا. ما تنساش يا صديقي انك تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. اشوفك الفيديو الجاي، سلام.